السمكة دي لقيت ناس كتير قوي باعتين لي ياخدوا رأيي فيها. بصراحة أنا عمري ما جربتها فجبتها وقلت نجربها مع بعض. هشيل بقى منها الراس والديل وكمان الزعانف وهفتح البطن وهنضفها كويس جدا، وهشطفها كده 3 4 مرات تحت الحنفية لحد ما تبقى معايا بالشكل ده كده. نركنها على جنب، وطبعا هنعمل لها محلول نقع. ميه عاديه جدا من الحنفيه، هنزل فيها باربع معالق كبار من الدقيق، وعصير كده 3 4 ليمونات، طبعا السمك بيحب الليمون، وكمان قشر الليمون اللي انا عصرته، ومعلقه كبيره من الملح. مش اكتر من كده. حابه تضيفي طحينه تمام، بس المحلول ده كفيل ان هو يشيل اي زفاره من السمك. وطبعا انا منضفاه وغسلاه تحت الحنفيه كويس جدا لحد ما بقى معايا بالشكل ده كده. هقلب بقى محلول النقع بتاعي ده كده وهنزل بالسمك فيه، وهسيبه من ربع ساعه لنص ساعه. المحلول ده جميل قوي كمان للطيور، تحفه. في الخطوه بقى او في فتره نقعان السمك هنعمل التتبيله مع بعض. هتجيبي الكبه بتاعتك وهنزل فيها بفلفل بارد وحامي، والحامي هنا حسب الرغبه. اي فلفل موجود عندك بقى، احمر اصفر اخضر، اي فلفل موجود عندك. كمان هنزل عندي ببصلايه كبيره وجزر وليمون، والليمون هنا بقشره، بس اهم حاجه تشيلي منه البذر. وراس توم كده متوسطه. السمك بيحب الليمون والثوم. والبهارات بتاعتي ملح وكزبره وكمون وشويه بهارات مشكله، وربع معلقه كده من الفلفل الاسمر، بتفرق جدا في تتبيله السمك. هفرم بقى الخضار بتاعي ده كده كويس جدا، ريحته تحفه، الريحه بتاعته جميله قوي بالشكل ده كده. انا بقى في الاخر بحب اضيف الخضره بتاعتي، ما بحبش اضربها في الكبه بصراحه. بعد ما افرم الخضار بتاعي هنزل كده بحوالي نص كوبايه من الخضره بتاعتي، وكمان معلقتين 2 من الزيت، كزبره او بقدونس اللي بتحبيه ضيفيه. هقلب بقى الخضار بتاعي والزيت مع التتبيله بالشكل ده كده، ريحتها جميله. شكلها اصلا لوحده بصراحه يفتح النفس. السمك بتاعي اتنقع، شلته من محلول النقع بتاعي وشطفته كويس جدا تاني تحت الحنفيه. وهجيب بقى صاج او صينيه اللي هعمل فيها السمك، وهنزل كده بكم معلقه من الخضار اللي احنا عملناه زي فرشه تحت السمك. وهجيب السمك بتاعي بقى وهحشيه من الخلطه اللي احنا عملناها دي زي ما وهرصه بقى بالشكل ده كده، خلف خلاف يعني، راس وديل عكس بعضه كده في الصينيه. عاوزه بقى تاخدي طعم حلو قوي لصينيه السمك دي وتعجبك، بعد ما تتبليها كده وغطيها ودخليها التلاجة وسيبيها حوالي نص ساعه. السمكة دي أنا مش عارفة بصراحة، عندنا بيقولوا عليها باغة، اكتبوا لي في الكومنتات عندكم اسمها ايه. انا رصيت السمك بالشكل ده كده، وبقيت التتبيلة بتاعتي نزلت بيها على وش السمك، وهغطيها وادخلها التلاجة لمدة نص ساعة. لو انت مستعجلة هتعملها على طول برضو هتبقى جميلة جدا. بعد نص ساعة طلعتها وحطيت عليها شرايح ليمون، وكمان معلقة واحدة من الزيت بس على الوش كده علشان السمك بتاعي ياخد لون حلو. الفرن بتاعك سخن درجة حرارة متوسطة، هتدخليها على الرف اللي تحت. هتاخد معاكي تقريبا نص ساعة، مش اكتر من كده، وهتطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. بصراحه ريحتها تحفه، طعمها جميل جدا. انا اول مره اجربها وما كنتش متخيله بصراحه النتيجه، لان في اسماك كده انا بقلق منها بصراحه. بس النتيجه بتاعتها كانت جميله قوي، مع رز ابيض بقى، مع رز الصياديه، بجد تحفه. الناس بقى اللي كانت بعتالي ومقلقه من السمكه دي، جربيها على ضمانتي، جميله قوي. لحمها ابيض وحلو، مفيش فيها زفاره نهائي. الناس اللي كانت بتقولي برضو خايفه تجربها لا يكون فيها زفاره، لا بجد ما فيش فيها اي زفاره خالص. سمكه من احلى السمك اللي انا جربته. مستنيه بقى تجربوها وتكتبوا رايكم في الكومنتات. وقبل اي حاجه ما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.